اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ليالي لايف، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر. وبقول كل الوطن العربي كل عام وانتم بخير. طبعا ولازم ابتدي طبعا بتحيه فرقه الموسيقيه بقياده الدكتور محمد عبد الستار. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده الحلقه عزيزه عليا جدا، وانا بسعد دايما لما بيكون ضيف حلقتي النهارده الموسيقار الكبير هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب. حضرتك عارف طبعا أنا يعني شهادتي شوية مجروحة قدام الناس، لأن أنا طبعا حضرتك عارف غلاوتك عندي شكلها إيه، الفنية والإنسانية. فأنا بحب إن أنا أعمل مع حضرتك حلقة. شهادتنا احنا الاثنين مجروحة مش أنت بس. كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك. وعايزة أقول لحضرتك كمان، لأن أنا ما جاليش الفرصة إن أنا طبعا أعمل مع حضرتك برنامج من يوم ما حضرتك طبعا تشرفت وبقيت في منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية. فألف ألف مبروك. ربنا يبارك فيك. وأنا عارفة إنه منصب مش سهل. يمكن اللي في الميديا او في المجال بيعرفوا المنصب ده بيعمل ايه بالظبط او اهميته ايه، لكن يمكن قطاع كبير من الجمهور ما يعرفش حساسيه هذا الموقف، هذا المنصب واهميته. فيا ريت حضرتك تشرح لنا كده. هو منصب رئاسة الاتحاد العام للنقابات الفنية 3 طبعا، تمثيلية وسينمائية وموسيقية. ده منصب بيجمع 3 نقابات في بوتقة واحدة. تمام. ال3 نقابات دول مجالس الإدارة بتاعتهم منتخبة من الجمعية العمومية بتاعتهم. فأنت بتتكلمي على الجمعية العمومية بتاعة الاتحاد 39 عضو، اللي هو 13 من كل نقابة. تمام. كويس. بالتالي إنه النهارده لما يكون المنتخبين في ال3 نقابات كمجالس إدارة بينتخبهم قرابة 45,000 عضو، اللي هو الأعضاء العاملين في 3 نقابات. تمام. النقابات النهارده بالمنتسبين بالعاملين بتصل ل 80,000 عضو. طبعا. فبالتالي ان هو مجلس الإدارة بقى بتاعنا كالاتحاد بيبقى ممثل في هيئات المكاتب من كل نقابة. تمام. يعني النقيب والوكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق من كل نقابة بيبقى 15. فرئاسة الاتحاد بيرأس الزملاء، وفي نفس الوقت بتبقى همزة وصل ما بين النقابات ال3. في لا قدر الله أي مشاكل تحدث بيتدخل الاتحاد. التمويل بيصب عند حضرتك. بيصب عندي. تمام. إلى جانب بقى إن التنسيق ما بين النقابات مهم جدا. أيوه. إلى جانب في قانون في مواد ما اتفعلتش، هي دي اللي أنا خدت على عاتقي يعني في الأهداف أو في الطموحات إن أنا أحقق هذه الأهداف. لأن الاتحاد في قانون 35 لسنة 78 ده لازم يفعل، لأنه قانون مشرع بمجلس الشعب. وفي نفس الوقت في بنود بقى إزاي يتمول الصندوق بتاع الاتحاد، في كل يعني حاجات منصوص عليها. كان بيحصل ساعات مواراه في التعامل ما بين رئيس الاتحاد لما يكون بيعمل مع احد الشركات الانتاج، فبتبقى احراج ان هو يتناحر معهم ويصطدم بيهم، لان بالتالي هيأثر على عمله. صحيح. ودي حاجه يعني للاسف كانوا بيتعرضوا فيها، وحاجه محرجه فعلا. انما هنا الحياديه الحمد لله، انا ما فيش الجزئيه بتاعه دخول العمل بيننا وبين بعض والمواراه دي اللي بتحصل. يعني اول ما استلمت رحت باعت على طول قطاع الانتاج وصوت القاهره ومدينه الانتاج ان في حقوق 1% من كل المبيعات دي لازم تدخل صندوق النقابه. دي هايله، دي هايله. 1% من كل المبيعات. يعني تم انتاج مصنف فني، سواء اغنيه سواء مسلسل اي فيلم بسهره اي حاجه، دي لما تيجي تتباع او يتم التسويق لازم يدفع 1% منها صندوق الاتحاد، اللي هو بيغذي ايضا النقابات. مظبوط. يعني النهارده لو حصل شورتز في اي نقابه بالنسبه للاعانات المعاشات الحاجات دي، حصل اي لا قدر الله هبوط او حصل كذا، الاتحاد بيغطي هذا الكلام. الى جانب النقابات برضو بتدي للاتحاد 10% من صندوق النقابه. حلو. من الدخل بتاعها. تمام. فهي مساله يعني تبادل مادي، وفي نفس الوقت ايضا مسؤوليه بانه رئيس الاتحاد ده منوط بيه ان هو يبقى مسؤول عن كل
عضو في ال3 نقابات كمان. يعني لو حصل لا قدر الله اي حاجه تعجز عليها النقابه، زي مثلا ربنا يديله الصحه الاستاذ سيد زياد، حصل تخبط واتصرف عليه كتير قوي من الناس اصدقائه وكذا، انما هو تكلفه العلاج بتاعه كبيرة. عاليه جدا، والاسره برضو ما تقدرش تقاوم طبعا. فبعت رساله للفريق اول فتح السيسي، قلت له يعني احنا لازم، انا مش بقول بقى على حساب الدوله، يعني على نفقه وزاره الدفاع. والله العظيم 48 ساعه كان عندي الرد وكذا، واتفتحت له على طول احسن غرفه في مستشفى المعادي، لانه هو قامه، سيد زياد قامه برضه ما يكون خدم الفن. هو طبعا مع احترامي طبعا لطلب حضرتك انك تطلب من الفريق اول عبد الفتاح السيسي هذا الطلب، لكن هل النقابات ما عندهاش المقدره حتى على لو عندها بس السقف بتاع المصروفات في العلاج والحاجات دي يبقى ليه لائحه داخليه وليه سقف معين ما يقدرش يتخطاه. لو تخطاه يبقى فيه استثناء، والاستثناء ده ممكن يعم على بقيه الاعضاء، يا اما فيه هيبقى فيه يعني زي ما تقولي مكيالين في التعامل. فبالتالي يعني احنا لما بنعدي بقى مساله السقف ده بنلجا الى احد المؤسسات الدوله، وصراحه الفريق اول يعني بقول لك 48 ساعه بالظبط كان عندي الرد من مكتبه من على حساب الدوله، نقلناها على طول مستشفى المعادي. الحقيقه انا بيحزنني شيء يا استاذ هاني، وحضرتك هتوافقني عليه، انه النقابات ال3 انه ما يبقاش عندهم صندوق. يعني انا بحس ان ال3 نقابات دول كفيله لوحدها ان هي تنفق على مصر كلها. المفروض يعني على الاقل اولادها، على الاقل اولادها، صح. انا بكلمك بجد، يعني هو ده التسويق بتاعنا، هو ده البيع بتاع فننا بالظبط. فازاي وصل المواضيع لهذا الانحدار؟ اللي خلي بال حضرتك كل نقابه عندها مصروفات عاليه قوي، الاعانات والمعاشات. المعاشات بتاخد جزء كبير جدا من الصندوق، الى جانب المصاريف فعلا عاليه جدا. انما في موارد للاسف مغلقه، يعني لم تفعل، زي مثلا قانون بتاع الملكيه الفكريه والحقوق المجاوره، اهو ده قانون صدر في 2002 تمام من مجلس الشعب، متوافق عليه ان يبقى فيه لكل فنان سواء ممثل، مخرج، موسيقي، يعني او مؤدي من بتاع الكورال، الموسيقيين، كل دول لهم نسبه. اوكي. واخد بال حضرتك؟ يعني بالتالي ان النهارده لما يكون في مصنف فني سواء مسلسل او اغنيه او كذا بتتذاع، كل مره بيدفع عليها مستحقات. اداء علني، ده للحقوق المجاوره. جنب الحق الاصلي اللي هو المؤلف والملحن والمخرج، دول حقوق اصليه. الباقي بقى كل دي حقوق مجاوره. فالنهارده يعني موسيقي من فرقتي كان معايا من فتره، يعني سافر فرنسا واشترك مع سيمينار اوركسترا سيمفوني كده، عزف مقطوعه سهره يعني. تمام كويس. الكلام ده سنه 2009، لحد النهارده بيجي له فلوس من فرنسا. طبعا من السهره دي، من المقطوعه دي او السهره دي بيبعتوا له على طول. يعني اذا ده مفعل، الاتحاد الاوروبي مفعله، امريكا مفعله، استراليا، كندا. احنا لحد النهارده لم يفعل. عشان كده انا بعت برضو الهيئه الساده المستشارين اللي بيعملوا الدستور او مشروع الدستور الحالي، بعت لهم بس اهم حاجه ان يبقى مش بس حمايه الملكيه الفكريه، لا، حمايه حقوق الملكيه الفكريه. صحيح. عشان نفعل القانون ده لازم في الدستور يبقى فيه حقوق. كلمه حقوق دي، لان احنا ما بناخدش منه او بناخد منحه او بناخد زكاه ولا لا، ده قانون بالظبط. فبالتالي نعمل يبقى حمايه حقوق الملكيه الفكريه والابداع والبحث العلمي، كل دي مفروض طبعا. يعني عشان نقدر ننهض بمصر في الفكر وفي الثقافه، ويبقى له الفنان له نفس يعمل حاجه كده. ويبقى يعني الجو اللي حواليه يخليه يعرف. عارفه حضرتك انت يعني قريبه من الفنانين شويه، هتلاقي كل فنان بيكسب فلوس سواء في التمثيل، في الموسيقى، في اي مهنه. اللي جاي على قد اللي رايح، ان ما كانش اكتر للاسف لو ما اشتغلش متواصل هتبص تلاقي في شورت حصل وحصل انتكاسه بالنسبه له. ما فيش فنان بيرحل وعنده تامين لاولاده، ده صحيح، مفيش الا الله يعني اللهم 2-3% ده من كل اجمالي الفنانين، ده صحيح. انما الباقيين لا. فاحنا النهارده لما يكون في جمعيه المؤلفين بتعمل حتى للورثه، ده العلني للورثه، فبالتالي المشروع ده لما يفعل بالنقابات بالذات
هتحسي انه فعلا الورثه بينعموا بالمبدع اللي كان، سواء اللي هو ولي الامر او الاسره بالذات، هينعموا حتى بعد رحيله ان في ايراد داخل ليهم يغطي وما يحتاجوش للدوله. احنا عايزين وده اللي نشيل من بيحسسك على عاتق برضو الدوله بقيمه الفنان اهتمامات. برضو. بالظبط، ده صحيح، وقيمه الفنان صح. انا هرجع تاني طبعا للموضوع ده، بس لازم ادخل في موضوع كمان حلقتنا النهارده هو العيد. ولازم اعرف برضو العيد واحنا كبار غير واحنا صغيرين خالص. بالظبط. موضوع مختلف تماما. في العيد احلى انك تاخد اكتر ما تدي. دلوقتي بتدي. زمان كنا بناخد، بقالنا كتير بندي. بالظبط كده. فتعالى نفتكر يا استاذ هاني ايام ما كنت بتاخد، ايام ما كنت لسه مسؤول من مش مسؤول عن. كلمني عن المرحله دي واحساسك بالعيد كان شكله ما كانتش كبيره، مش طويله، المرحله دي ما كانتش طويله. بمعنى ان انا بدات يبقى ليا دخل وانا عندي 16 سنه. والله في بدري قوي. يعني العيديه من اهلي واسرتي والاسره الكبيره كمان كانت من وانا عندي مثلا 4 سنين لحد ما وصلت 15 سنه 16 سنه. بعد كده بقيت اتكسف اخد، لان انا معايا يعني كنت باخد من اخواتي كل حاجه، بس باخد وانا حاسس ان انا معايا فلوس اكتر منهم، فما يصحش. فدي الشعور ده بدات احس المسؤوليه من هذا الوقت. يعني قبل ما اتجوز بحوالي 5 سنين كنت بنفق، يعني خلاص عندي امكانيات. كنت طالب لسه في ثانيه ثانوي وبشتغل وفي ايراد داخل، عشان كده ما خدتش كتير يعني زي ما انت متخيله. يعني وقف ما حسيتش بالطفوله او المسؤوليه كانت بدري فعلا. يعني لما اشتغلت في الاونه الاخيره الاونه الشبابيه بالنسبه لي وعمر المراهقه زي ما بيقولوا، اشتغلت مع نجوم. يعني كان ديلي، عمل ديلي وانا في المدرسه. كنت في الخديويه الثانويه في ثانيه ثانوي، وكنت بشتغل يوميا تقريبا. وهو انا بداتها في الصيف مره، قلت هشتغل في الصيف بس لقيت نفسي مش قادر ابطل، وفي نفس الوقت هم مش قادرين يستغنوا عني. والفلوس حلوه لما يعني بيجي لي دخل. تخيلي بقى ناظر المدرسه بتاع الخديويه ياخد 13 جنيه في الشهر، وانا كنت باخد 45 جنيه وانا لسه طالب. صحيح باجر اكورديون ب 15 ولا حاجه كده. اول ما ابتديت كنت اكورديون. بالظبط انا اكورديون، بس بشتغل مع مين؟ مع محمد عبد المطلب وشكوكو ومين كان هند علام، سنات علوي، عمر الجزاوي. وترجع بقى لاصحابك. لا ترجع لاصحابك في المدرسه. ما حضرتك بتقول لي في ثانيه ثانوي طبعا. ترجع تقول لهم انا كنت مع ايوه هم عارفين، لان انا في المدرسه برضو كان ليا نشاط. يعني في المدرسه كان في نشاط موسيقي، بس كان زمان النشاط جميل. التربيه الفنيه دي كانت جميله في كل معممه في كل المدارس. فبالتالي في عبد الحليم علي رحمه الله عليه كان في مقطوعه موسيقيه بيوزعها على المدارس، واحسن فريق مدرسي يعزفها ياخد جايزه، ياخد كاس من المنطقه والوزاره وحاجات كده. فبالتالي كنت باجي لهم الكاس كل سنه، سواء عزف انفرادي او عزف مع المجموعه. كنت ماسك فريق المدرسه الموسيقي وكده. فاذا يعني كان ليا سلطه في المدرسه، وليا زي ما تقولي يعني كنت حاسس انك بتحس ساعتها يعني كنت بتحس انك احسن منهم، مغرور اكتر لا شويه؟ مش والله بالعكس، انا كنت بحس ان انا يعني ما دام ليا اثر في المدرسه. كان في مدرسين، بعض المدرسين يعني ممكن واحد بس كان ممكن يضطهدني، تحس انه يعني ايه، مع انه كنت في الماده بتاعته اقوى واحد في الفصل، انما شعوره ان انا بكتسب وبعمل مش عارف ايه، وليا بقى الناظر بيدلعني والوكيل بيدلعني ومش عارف ايه. كان احمد راتب معانا بيعزف كمانجه ساعتها على فكره. والله ايوه في الخديويه الاستاذ احمد راتب ايوه الممثل بيعزف كمانجه معانا. لا والله العظيم. الله. ايوه كان في طبعا في فنانين، يعني في ناس اللي بقى مهندس دلوقتي وبقى طيار، اللي بقى كذا لواءات كتيره كانوا عازفين معانا. فبالتالي كان في حراك فني جميل في المدارس، فما كانش فيه الآن عاليه، بالعكس. يعني كنا بس كل الموضوع ان احنا لما نحب نتدلع، لو عندنا حصه مش مهمه ولا حاجه في اخر اليوم، استاذن انا الوكيل يقول لي طيب يلا روح. يعني كانت حاجات بسيطه قوي استثنائيه، مش مؤثره على الدراسه بالذات. عايزه اسال حضرتك طبعا عن شخوص بعينهم. مثلا انا من الناس اللي بحبها قوي، بحس انها كانت حلوه قوي، زينات علوي. يعني هتكلم عليها بس بعد ما نسمع
ماشي. بعد ما نسمع اول اغنيه في أوكي. حلقتنا أوكي. ليله العيد، ونرجع نتكلم عن زينة العيد. اتفضلي. الواحد ما بيحسش بالعيد غير لما بيسمع الاغنيه دي. طبعا. حقيقي. طقوس العيد. طبعا. نرجع لمرجوعنا وزينات علوي. انا دي عظيمه ست. انا بحبها قوي. انا كنت بقول لها ماما زناد، طبعا انا في السن كنت صغير، وكانت هي دايما تنصحني، يعني بتلاقيني بصرف فلوس كتير، بطلب مش عارف ايه، اخر الشهر بدل ما اخد مثلا 45 جنيه قالت لي مثلا فاضل لي 13 جنيه من كتر المسحوبات اللي باخدها بتسحبها. اعزم حد مش عارف ايه، تقول لي ازاي تتخانق معايا. انما الست دي يعني انا ما انسالهاش حاجات، بصراحه فنانه من ساسها لراسها زي ما بيقولوا. كانت بتترنح، يعني ممكن تتحكم في شعرايه في راسها وهي بترقص. بمعنى اولا بترقص بكعب من 12 ل 15. اوف. ترقص حافيه خالص دايما 12 او 15. وبعدين بتمسك الايقاع بكعب الجزمه بتاعتها وهي بترقص كمان، تسكت الايقاعات كلها، ويبقى عازف واحد يا اما الرق يا اما الدف، ويتعزف بصباعين، وهي الخشبه المسرح بتتحكم في كعب الجزمه انها تعمل الكونتر بتاع الريتم. يا سلام والله العظيم. فبالتالي الحوار ده ازاي تتحكم وهي واقفه بكل مشاعرها بترقص، وفي نفس الوقت مش رقص جنسي، يعني ما فيهوش الجنس، رقص بالعكس، رقص تحسي ان انت قدام فنانه عاليه جدا بتترجم موسيقى باحاسيس عاليه. يعني انسانه بقول لك ايه، يعني ابداع فعلا في رقص. كان يعني الحوار ما بين الراقصات كان ساعتها مستوى مختلف تماما. هو العزف وراء راقصه
غير العزف وراء مطرب في الطريقه او الانتباه لا، هو العازف هو يعني العازف اندماجه وكونه ان هو يغوص في الاحاسيس والابداع، سواء كان مع مطرب، مع رقاصه، مع راقصه، مع اي حد بيعزف موسيقى، ملوش دعوه هو ايه اللي قدامه. بس لما يشعر ان همزه الوصل ما بينه وبين الفنان يعني درجه عاليه جدا، فده بيسعده اكتر وبيقدر تركيزه يعلى جدا. كمان اوكي. يعني يبقى ما فيش حاجه مشوشره عليه. لو حد مثلا خبطه بسكينه هنا ولا يحس بيها، درجه تركيزه بتبقى عاليه جدا جدا. ده كان هو الحوار ما بين الموسيقي وما بين النجم او الفنان اللي بيؤدي بالظبط، اللي بيؤدي وصله فنيه. دلوقتي في ناس تقول لك الرقص مش رقص، الرقص ايه يعني، هم ما شافوش النعيم اللي كنا بنشوفه بصراحه. ده صحيح للاسف. حضرتك ايضا عزفت وراء شكوكو وعبد المطلب والجزاوي والعمر الجزاوي واحمد غانم مين تاني، هند علام اللي هي اخت محمد فوزي وهدى سلطان. هي هند علام اخت محمد فوزي وهدى سلطان. والله العظيم. لا انا ما اعرفش المعلومه دي. كان اسمها زوزو، بس هي هند علام كان اسم الشهره. كانت بتغني اغاني ام كلثوم وغنت بعض الاغنيات الخاصه بيها من الحان الموجي، من الحان عبد العظيم محمد. غنت في افلام على فكره يعني. لا بس عمري ما اعرف ان طب وليه ما خدتش، ليه ما قالتش هند فوزي مثلا؟ لا هم كانوا كده يعني. هتلاقي هدى سلطان، محمد فوزي، هند علام. كل واحد الفاميلي نيم كله مختلف. فهي كده. بس هم عيله الحو كلهم عيله الحو. عيله الحو. لازم اسال حضرتك لاني عمري ما عرفت ايه السبب اللي خلى حضرتك تبطل تعزف على الاكورديون وتتجه للاورج. هي عبدت لي نفسي انا يعني. الاول ما طلع الاورج بقى وبدا الاورج يبقى فيه اكتر من يعني من صوت يختلف، الاصوات بتختلف والاصوات عديده. يعني الاكورديون كانت بتتكلمي في من 5 ل 7 اصوات، واخد بالك، سواء فرديه، مزدوجه، اكتر ثلاثيه، خماسيه. يعني الاصوات بتبقى ايه فيها تغير بس بسيط. تمام. يعني الرينج بتاعه بسيط. الاورج فيه مساحه اكبر وكهربائي، فبيخف مجهود الضغط. مع ان الاكورديون انا كنت بحس ان فيه حنيه الامومه في حضنك. حضن دافي، وتحسي ان انت مالكه الموسيقى اللي خارجه من عندك، بتحسي انها فعلا طالعه من قلبك. خد بالك، الاورج دخل عليه شويه التقنيه الحديثه والتكنولوجيا والحاجات دي، فكنت خايف يعني. حتى لما انتقلت من الاكورديون للاورج ما انتقلتش كده مره واحده، مسكت الاكورديون وقدامي الاورج. ده مع عفاف راضي اول ما طلعت كان رد السلام والمواني والحاجات دي، هوا يا هوا. ما كنت خايف اتخلى على الاكورديون كويس. بس لما حسيت ان في مسؤوليه بقى، بقيت اعزف الاورج وانا ايدي عامله كده عشان الاكورديون في صدري، وقاعد على كرسي يعني عالي شويه، فبالتالي كنت متخوف ان اتخلى على الاكورديون. لما حسيت ان الاورج تملكته 70%، تخليت على الاكورديون. رحت مكلمين، كنت ساعتها مع فرقه صلاح عرام، كلمنا عمار الشريعي رحمه الله عليه، لسه ميت قريب، الله يرحمه. زعلت قوي. كلمنا عمار الشريعي وجه استلم الاكورديون مني بقى. يعني هو بدا يعزف اكورديون وانا سبت الاكورديون وبقيت متفرغ للاورج. يعني حضرتك بتعزف لا بس اكيد طبعا اكيد استاذ عمار كمان كان بيعزف اكورديون. لا كان لسه اكورديون. ما انا فاهمه. يعني جه مكاني في الاكورديون. انا كنت بعزف اكورديون وبعدين اكورديون واورج، وبعدين سبت الاكورديون وهو جه قاعد بقى اكورديون يعني متخصص في الاكورديون، وانا تخصصت في الاورج. لسه بتعزف اكورديون ولا؟ عندي الاكورديون بتاعي بيجي لك اوقات نفس جدا والله العظيم. بتعزف. طبعا هسأل حضرتك لسه بخصوص الحفلات اللي احنا ما بقيناش نعملها دلوقتي يعني، ولكن بمناسبة الأكورديون، في حضرتك كنت عازف أكورديون والأستاذ عمار الشريعي وحسن أبو السعود كمان، فاروق سلامة وفي حميدو، في مجموعة يعني. حسين أحمد علي بقى اللي هو مع محمد فوزي زمان بقى، مع الأستاذ عبد الوهاب في حاجاته القديمة وحاجات كده. دايما
الأربعة تقريبا جيل واحد، يعني كنتوا دايما في نفس في الصورة مع بعض. عمرك ما تسأل أبدا فنان مين أحسن من مين، ولكن تسأل دايما كل واحد لغته في الآلة اللي بيعزفها بالزبط. ايه بالظبط، لأنه مفيش حاجة اسمها أحسن. لا مفيش حد احسن طبعا. بالظبط كده، كل كل واحد كان ليه براعه في جزئيه معينه. أستاذ هاني مهنا كان عامل ازاي في الاكورديون بتاعه؟ استاذ عمار الشريعي عامل ازاي؟ ايه اللي بيميز استاذ هاني؟ ايه اللي بيميز استاذ عمار؟ ايه اللي كده يعني هو شوف حضرتك، كان في حاجات ثوابت انا اكتسبتها مصادفه، بمعنى ان كان الولد بيحب يعني يعمل الجلسه موشحات دينيه واغاني في حب الرسول عليه الصلاه والسلام في البيت. فكنت انا اصغر اخواتي، كان المسموح لي اخش المجلس ده انا، اخواتي حتى الرجال الكبار ما يخشوش، ممنوع. فكنت بسمع موشحات دينيه وكذا وانا لسه عندي 4 سنين. ده حاجه يعني ثبتت فيا العنصر الشرقي في كمتلقي غصب عني. من غير ما اعزف، كنت لسه ما بعزفش خالص حاجه قال اي حاجه، بس احساسك بالايقاع نفسه في المقام الشرقي بالذات. مقام لما كنت في شهرزاد اللي هو المسرح من نوعات، كان رحمه الله عليه شكوكو كل يوم خميس عندي بقى ما فيش مدرسه ثاني يوم، فاروح خدني معاه بالاكورديون والعربيه التاونس بتاعته دي، ونروح رايحين عند الشيخ محمد الفيومي. نروح الشيخ محمد الفيومي هتلاقي الشيخ مرسي الحريري هناك، الشيخ محمود رمضان، الشيخ كذا، بيقعدوا يتفتونوا على بعض في المقامات الشرقيه. يا سلام على يتفتونوا دي. والله يتفتونوا بجد طبعا. الى جانب ان انا لما بندمج فشكوك يقول لي ما تجيب الاكورديون بقى يا راجل، اروح نازل جايب الاكورديون واقعد اصاحبهم. انا فين وهم فين؟ طبعا هم دول مش فتوانه، يعني استعراض عضلات بشكل قاسي. يا سلام. هم يعني بتستعرضوا على بعض. هم دول على فكره اللي عملوا اسماء الله الحسنى مع سيد مكاوي. هم دول كانوا الكورال والاصوات الفرديه ايضا، وهم اللي لحنوا مع سيد مكاوي. سيد مكاوي ما لحنش اللي هي كل الكامله، لا كل واحد لحن جزء بس نسبوها لسيد مكاوي عشان اشهرهم، واخد بالك؟ فبالتالي انا حضرت المواقف دي، فتحسي ان انت بتعزفي يعني حتى الاكورديون ساعات في مقامات الرصد اللي هو مثلا مقام الرصد الشرقي ده انا اسف، تحسي ان هو مش الرصد بتاعهم، هم ليهم اسلوب في بعيد عن عن الحاجات اللي هي العلميه، القيم العلميه او الارقام، يعني لو حاجات مش موجوده في الكتب، ولا النوت بالظبط. تحسي انه العجم مش موجود في الاكورديون. تمام. في مقامات بالذات كنت بلوظ فيها وتلاقيني مش قادر ادوس، اروح رافع ايدي في الحته دي واروح لما باجي اقسم ولا حاجه يسيبوني، فيقعدوا يقولوا يا واد يا واد يا جميل وبتاع. هم طبعا اكترهم يعني مفيش بصيره، فانما تحسي ان هم كل احاسيسهم دول هم اكثرهم بصيره، الفظيع دول هم اكثرهم بصيره. ده حقيقي. وكان احمد صبرا رحمه الله عليه عازف القانون، يعني كان مجموعه كده كنا بنقعد كل يوم خميس، فبالتالي بكتسب خبره وبكتسب شرقيه احسن من اي معهد في العالم، مش في العالم العربي بس، في العالم كله بالذات في الشرقيات. يعني انا لما اسمع الاستاذ هاني مهنا كده مثلا، وهنقول والاستاذ عمار الشريعي، اقدر هتحسي بفرق؟ لازم فرق لازم. استاذ عمار مثلا مثلا تحس عنده في تكنيك في العزف، تكنيك اكتر شويه. بيحب يعني زي حسن السعود كده في نفس القريب من السكه دي. انما الشرقيه بالذات هتلاقيني متواجده فيها سواء في الاورج او في الاكورديون. هو ده اللي بيميزني في حته الشرقيه بالذات. تمام. يعني حتى مع عبد الحليم مثلا عزفت، سيبك من عزفت كتير مع عبد الحليم، انما لما جينا بقينا 2 اورج معاه في قريه الفنجان، فكان مجدي بياخد الحاجات اللي فيها تكنيك شويه، وحضرتك وانا اخد الشرقي اللي انا بتبادل انا ومحمود عفت الناي، اعزف السولو وبعدين هو يقول السولو نفسه كناي، فبنبقى قريبين من بعض. شوف لما كنا بنستعجب فعلا لما كنت حضرتك بتظهر مع الاستاذ مجدي الحسيني، طب ليه؟ ليه ما يبقاش حد واحد وكده؟ لا لا ليها موقف طبعا، بس يعني
تعديناه في هذا الموضوع. anyway بس فعلا استخدام حد في التكنيك بالظبط. واستخدام حد في الشرقيات آه. وماله. وده اللي على فكره اللي خلى السيده ام كلثوم تقبل في يوم من الايام ان انا اقسم في اغنيه ليها. يعني عمر ام كلثوم ما هتقولي اورجي يقسم، لا، طول عمره بقى الحفناوي، عبد صالح، عبد الفتاح بتاع مثلا الاصابجي عود، الناي سيد سالم، انما ما تلاقيش اورجي يقسم، ما بتحصلش. انما وافقت لما حس ده بقى في شرقي، بس في شرقي بالذات، فدي في حكم عليها الهوا. المقدمه اول ما الفرقه بتقول البدايه كده تاب والاورج بيقسم، فدي كانت جرأه فظيعه من بليغ حمدي ومني وسيده ام كلثوم قبل ده، وهي حباه، لان مفيش حاجه بتتفرض عليها خالص. صحيح. بالظبط. فعشان كده يعني ده الواحد شهاده زي ما بتقول، خد شهاده بان تقسمي مع ام كلثوم، ده كان حاجه فوق الخيال يعني. اهم رحله عملتها في حياتك في العيد كانت في العيد الصغير، رحلات كتير قوي. حاسس انها اهمهم احلاهم، فيها موقف كان جميل جدا ودايما في ذاكرتك؟ مش عايزه كل الرحلات، لكن احنا كنا بنحترم العيد وشم النسيم قوي، يعني شم النسيم مرتبطين طبعا عشان كصحبه وزماله وكده، والعيد بالذات. فمثلا من ضمن الاعياد كنا مره رحنا مجموعه، كان نجوى فؤاد وسامي الزغبي وعزت بعوف ومدامته رحمه الله عليها، ورحنا لعبنا كوره مع في جنب بنيا الاحمر كده، بنيا الاحمر، ففي اطفال كانوا بيلعبوا كوره، فدخلنا اقول لهم انتوا فريق واحنا فريق. فعديكي انا ضحكت من قبل ما تكمل. ده موقف طبعا غلبنا مش عارف 12-0 حاجه كده، يعني حاجه كبيره قوي. ايوه. الاحلى بقى حسن ابو السعود، ايه بقى؟ عارفه هو حاجه الله يرحمه، كان كبير قوي. فرحنا مره برضو ارياف في جنب النسيم، وفي حته كبيره كده زي ما بيقولوا عليها جرن، حاجه كبيره قوي، قلنا نلعب كوره، قسمناها. ففي حمار واقف جنب يعني في وسط الارض بس على جنب شويه، واحنا بنلعب ومندمجين وكل حاجه. فحسن خد الكوره، انا بسطها له، راح جاري وباصص لي، هو عايز يديني الكوره عشان اروح اجيب جون، باصص راح داخل في الحمار. اقسم بالله. شوف دي اما هو الحمار وقع. ايوه وبقت رجلين الاربعه فوق، وحسن نايم بينهم. على فكره صعب جدا الحمار يقع. وقع. ما انا بقولك ده صعب. وقعوا بقت رجلين الاربعه فوق وحسن نايم بينه. ايش يعني خيال يا ناس. قعدنا قلنا نلحق الحمار. ده كان يوم يعني. هو في مواقف كانت العيد بالذات كان حاجه. حضرتك يعني من معرفتي بحضرتك، حضرتك انسان بطبعك مبتهج، يعني بتحب مش النكد. وبتحب وزي ما تقول ايه، بتتفاعل بالجديد. يعني انا مثلا لو مكان حضرتك، لا خلاص بعد الناس اللي انا شفتهم وقعدت معاهم والنجوم الكبيره دي وراحوا، يعني خلاص هبقى في حاله مش لطيفه. مش سوية. دي نفسيتي انا ضايعه شويه. بس حضرتك الحقيقه لا، يعني متفاعل. لا بتقبل طبعا، ازاي؟ بس تقبلنا الاخوان، مش هنتقبل الرحيل الناس. ما تفتكر لنا النبي يا استاذ، ما تفتكر لنا النبي يا استاذ هاني. احنا قعدنا بقى 3 سنين اهو دلوقتي متقبلين الاخوان، كاتمين على نفسنا وعلى الفن على مش الفن بس، على كله. ايه لا بقى كانوا عاملين لكم ايه في الفن بقى؟ مالكم؟ هو كان في فن؟ ايه زعلانين من ايه؟ مفيش فن خالص. ما كانش في فن خالص. الراجل قاعد في مجلس الشعب يقول لك البليه حرام وده حرام وده حرام. طب انا عايزه اسالك سؤال بالله عليك، بالله عليك، هو كان قبل الاخوان كان الفن يعني ما حصلش؟ لا اقول لك في الايام الاخيره فعلا، في ايام مبارك كان الايام الاخيره، عندك 10 سنين تقريبا او 8 سنين كان الفن في الضياع. طيب بس كان في يعني اجتهادات موجوده، انما دول بقى قضوا على كل الاجتهادات خالص. ما هو اقول لحضرتك لما يبقى اساسك قوي محدش يقدر يزحزح
لكن هم دخلوا في وقت الحقيقه الفن ما كانش كويس. صح. فقدروا يزحزحوا. صح. يعني لما يقول لك الباليه نشيله، طب هو يعني من كتر ما احنا بنتفرج على باليه قوي مش عارفه ايه نشيله. قادر تفهمني يا استاذ هاني؟ أيوة. لما يكون اساسك مساعد على كده بالظبط كده. انما للاسف هم بالعكس، اصل الانسان ده يعني سيبك من اتجاهاته ايه او تياره ايه او فكره ايه او عقيدته ايه، انما المشاعر بتاعته اذا تواجدت المشاعر بقى انسان، ما تواجدتش المشاعر ما بقاش انسان. صحيح. والمشاعر دي دلالتها عن التقبل الفنون والابداع والرؤيه، يعني سواء الفن التشكيلي، الفن الموسيقي، الفن الغنائي، اي نوع من انواع الفنون اذا ما تجاوبش معاها وما حصلش الاحتكاك ما بين وجدانه ومشاعره وما بين الراسل، يبقى ده مش في منظومه الانسان. مظبوط. هو انا بشوف انه لكي لا نقع في الخيه مره اخرى، انه في حاجتين لازم يتصلحوا في البلد دي كويس قوي. ما اعرفش حضرتك توافقني ولا لا. التعليم والثقافه طبعا. بكل اتجاه بالظبط، كل تخصصاتها بالظبط كده. فلو ما اشتغلناش على دول الاثنين سنقع في الفخ مرة أخرى بطريقة أخرى، لأن هذه البلد ستظل تحت رحمة المؤامرات المستمرة. بالظبط. فلو أنا بس اللي بيحزنني أقول لك حاجة، إن إحنا عايزين زعيم. يعني مصر دي عايزة زعيم للأسف، وعاشها الزعامة. يعني حلو يكون عندنا الفريق الأول فتح السيسي في زعامة، بس الناس معقدة من حكم الحكم العسكري او كذا، فهم بيقول لك لا عايزين حكم مدني وبتاع، فعشان كده انما النوعيه دي احنا عايزينها، اللي هو اغنيه زمان لعبد الناصر، ولا يهمك يا ريس من الامريكان يا ريس، اغنيه الشعب كان بيغنيها. صحيح. واخد بالك؟ القرارات كانت حكيمه وصارمه، ومفيش تلويح بان هنعمل والله مش عارف ايه اقتصادي وهنعمل حظر ايه ومش عارف ايه، زي ما بتيجي مثلا ست اشنو دي تروح رقعالي كلمتين كده في تلويحات، نقوم نقول ده احنا ماشيين في عصر الديمقراطيه ولازم يبقى فيه وفاق وطني ومش عارف وطني ايه؟ وفاق وطني مع مين؟ مع ارهاب؟ يعني النظريات دي لو في زعيم يقول لك احنا كده، مصر بلغت الرشد، مصر مش دوله صغيره ولا دوله، لا بلغت الرشد خلاص، مش محتاجه لحد واصي عليها انه يوصي عليها في انه مش عارف ايه وكذا. لو مصر فتحت والزعيم ده هيبقى زي زمان السيد العالي لما امريكا ادتنا ظهرها وده مش عارف ايه والتهديدات والعمليات وده، انما كان قرار صائب. صحيح. واخد بالك؟ فهنا الزعامه مهمه جدا، والقرار الصلب مش يبقى خايف على الشعب وخايف من اللي بره، فيبقى بين المطرقه والسندان، يبقى في ارتجاف في اي قرارات. ولكن دايما اقول انا الزعيم مش هيبقى موجود غير لما يكون الشعب كمان زعيم نفسه. الشعب فيه زعماء كتير بالظبط، هو الشعب دلوقتي هو زعيم نفسه بالظبط كده. فهتلاقي الزعيم هيطلع ان شاء الله باذن الله. طيب احنا دلوقتي هننتقل لفاصل وهنسمع اغنيه للفنانه الراحله اللي انا بحبها وحضرتك عارف قوي، الفنانه ذكرى. الله يرحمها. وانا عارفه ان حضرتك يعني شيء جميل مكتشفها، شيء جميل. ولك صداقه كبيره جدا حضرتك ومدامتك الجميله. يعني انسانيا حتى كنتوا اصحاب جدا معاه. فعايزين هنتكلم عن الفنانه ذكرى بعد ما نسمع اغنيه. تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وحياتي عندك
ولو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبي قبل ما يجي اليوم وتسافر، وإن كان بعدك شي متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. إن كان بعدك شي متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. ده أنا مش ممكن أبدا حقدر عالأشواق يوم لما تسافر، وحياتي عنك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك ليوم وتسافر، وحياتي عنك وحياتي عنك. انت عارفني يا حبيبي، بحضر حتى ان غبت ساعة، لازم اشوفك اسمع صوتك، ما تعودتش على جوابك. انت عارفني حبيبي، بحضر حتى انا غبت ساعة، لازم اشوفك اسمع صوتك، ما تعودتش على جوابك. وإن كان بعدك شي متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. إن كان بعدك شي متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. ده أنا مش ممكن أبدا حقدر عالأشواق يوم لما تسافر، وحياتي عنك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبي قبل ما يجي اليوم وتسافر، وحياتي عنك وحياتي عنك. بحييكي برافو. والله يا اماني، يعني جميلة. بتغني في المنطقه الخطر. زي ما والله. بيقول ذكرى منطقه خطر. كلها احساس الأغنية دي. آه طبعا الله يرحمك يا ذكرى، من اجمل الاصوات وقوه واحساسا. أيوة. يعني عاده القوه ما تجيبش احساس بالظبط، فاذا تقضي على الاحساس، تقضي على تيجي على حسابه. صح، مش عارفه بتكلم، انا اسفه ان انا صح. لا، بتكلم. مظبوط مظبوط مليون في المية. إيه القوة ده؟ دايما فعلا بتؤثر على الإحساس، والإحساس العالي قوي ما بيبقاش صوت قوي قوي. يعني هتلاقي مثلا إحساس نجاة الصغيرة إحساس عالي جدا، بس إنما الصوت خافت مش قوي. عبد الحليم هتلاقي عبد الحليم هتلاقي مش صوت قوي إنما إحساسه عالي جدا. وردة كان صوتها عالي قوي، إحساسها كانت بتتحكم فيه يعني بعد الممارسة. صحيح. يعني حتى لما جه رحمه الله عليه السنباطي بعد ما عمل لها اسال دموع عينيا وكده، فبيقول الفرس عايزه تدريب. شوف اللفظ بتاعه، الفرس عايزه تدريب. يعني دايما الفرسه بتجري كويس قوي كل حاجه، بس عايزه مدرب يتحكم في السرعه بتاعها ويبقى كذا عشان الفرامل بتاعتها وشكل. فهو ده اللي ورده اكتسبته رحمه الله عليها بعد كده، قدرت تتحكم في صوتها وقدرت امتى تتحكم فيه في الانخفاض وفي القوه وفي المنتصف. هو ده المساله تدريبيه دخلت على صوت ورده. ذكرى بدات
بدات بقوه واحساس عالي. ده شيء رباني. احنا طبعا خدنا مرحله تدريب كبيره قوي، بس مش يعني ما خدتهاش على المسرح. المساله التدريب دي مش على المسرح، مش على المسرح. دايما المسرح بيكتسب خبرات اكتر، انما هي كانت اذكى من انها تستنى المسرح عشان تكتسب خبراته. وبالتالي خدته في السنه ونص اللي احنا التحضيريه او السنتين من 2002 ل 2004. تمام. هي دي اللي خدت الكورس بتاعها، وقدرت فعلا يعني ما كانش في كلمه بقولها لها الا لما تدخل دماغها ما تطلعش خلاص. دي ميموري كان فظيع. عشان كده لما طلعت على المسرح وغنت وحياتي عندك ومش كل حب و كانت الثالثه كانت الهوى، حاجه الهوى. ما عندكيش فكره الثلاثه يعني بقت نجمه، مولد نجمه من اول يوم تغني فيه قدام الناس. كانت في قاعه المؤتمرات. فالحفله دي ما انساهاش. كانت يعني اللي هو مهرجان الاذاعه والتلفزيون. ما عندكيش فكره ازاي واحده بتغني كانها بتغني بقى لها مثلا 50 سنه خبره، وهي كانت اول مره تطلع على المسرح تغني قدام جمهور بالشكل ده. طيب كويس ان احنا بنتكلم. يعني صوت ذكرى كان عامل ازاي قبل التدريب؟ يعني كنت ايه حاسس الدفوهات اللي في الصوت او في الاداء وتصلح بعد كان في التدريب؟ بعض الاقصاء اللي هي ذكرى كانت بتتكلم فرنساوي، انت عارف انها تونسيه طبعا. في بعض الاقصاء بتاع شمال افريقيا وده معروف. كانت حتى في سميره قبل برضه اول ما بدات تحسي المد في الالف مش عارف ايه حاجات كده او حروف تتمد عشان عندهم بالظبط. فكنا بنحاول نعلم عليها في الحته دي بالذات. ذكرى اكتسبت بسرعه جدا، الى جانب بقى كانت يعني ايه بتحب تغني العالي قوي. لما ما كانش حد بيقنعها بانه الصوت في المساحه المنتصف او القرار بتاعها حلو ولازم تدوسي عليه عشان تطبعي صوتك على المقامات في المنطقه دي بالذات. اوكي. بالتالي كان دي هي الممارسه، ولا بلاش صرخي هنا، انزلي كذا انزلي كذا قدر الامكان، عشان في فنان في وسط هو بيغني خايف يقول من منطقه القرار عشان ينشز، او حد تاني خايف يقول منطقه الجواب عشان ينشز. فبالتالي بيمسك العصايه من النص. لا احنا كنا دايما طالعين نازلين. وصوت ذكرى في العالي كويس. فبالتالي كان عايز تدريب او براتيك على المنطقه السفلى او القرار بالذات. عشان كده خدت مننا جهد. انما بعد كده خلاص يعني خلاص بروفيشنال بقى. يعني هنقول لها المنطقه هنا تروح نازله تحت اكتر. يا سلام. والله العظيم. فبالتالي يعني كانت هي بتساعد نفسها بشكل غير طبيعي. كنت بحس انا الحقيقه ما كانش ليا الحظ ان انا اشوفها او اتعرف عليها، بس انا كنت مش عارفه ليه انا دايما لما بشوف فنان بيؤدي بيغني وكده بقدر اعرف تقريبا تكوين شخصيته. انت سميعه صح؟ انت سميعه كويس. لا مش فكره بس لا سميعه يعني متذوقه ومتلقيه صح، وبقدر اعرف الفنان عامل ازاي شخصيته. فانا كنت بحس ان البنت دي مش عارفه ليه دايما اقول عليها البنت لانها اتخطفت صغيره. يا حرام طبعا. يعني الله يرحمها. انها كانت حساسه جدا جدا، وفي حياتها كده على فكره. يعني حساسه في كل تعاملاتها في كذا، مش اجتماعيه. كنت بحاول اخرجها من الام ده. وانا اللي اعرفه ان حضرتك والمدام بتاع حضرتك فلتوا. هي كانت تصحى من النوم فلتوا بقدرة قادر. اتكتب لكم عمر جديد زي ما بيقولوا. الحمد لله. يعني لا والله هي جت مصادفة، والله كل ده مصادفة وليد اللحظة. والله أنا لا كنت يعني احنا اعتذرنا على السهرة دي، مش سهرة البيت، احنا كنا خارجين كلنا. فلما اعتذرنا قعدوا في البيت. يعني احتمال طبعا ربنا بيقدر الأشياء، ما حدش يقدر يتدخل في قراره أو في قدره، إنما يعني احتمال كبير قوي إن احنا لو وافقنا على الخروج ما كانش حصل ده مثلا. على رايك. أو كان حصل يوم تاني او كذا، يعني ما يعني قدر ربنا لازم. لكن كنت تتصور هذه النهايه؟ لا خالص. لا بس كنت اتصور ان في جزء من الجنان هيحدث من طرفه. تمام. لان الممارسه او يعني السي في بتاعه كان يعني عندي حاجات بيتصرف تصرفات مش بتاعه تعامل مع فنانه. واخد بالك؟ يعني ممكن يتعامل مع انسانه
عاديه جدا وتتقبل ده، تتقبل ان يمسك الطبانجه ويروح ضرب الكشاف بتاع النور في الشارع، او مش عارف يضرب ايه. يعني عارفه كان بيتصرف تصرفات مش يعني حتى كان ليه مبرراته، انا ما اعملهاش قدامي، بس لما بساله واقول له انت عملت كذا امبارح، كنت محطه بنزيمه وبعدين مش عارف طلعت ورحت ضارب الكشافات بتاعت النور اللي في الشارع. قال لي ما هو اصل من الشركه اللي انا بستورد منها، وبالتالي لما دول يتضربوا بيشتروا مني تاني. يعني مبرراته صبيانيه شويه. تمام. مش فالتعامل في الجزئيه دي مع فنانه كانت انا عارف انها هيحصل صدام، بس صدام ايه الله اعلم. يعني اقصى طلاق، اقصى خناقه، اقصى كذا، طلاق بكتير قوي، لكن مش موت. يعني ما كنتش اتخيل ده. فبس تعبت بعديه قد ايه؟ تعبت جدا 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 جدا، لانه يعني انا كنت بعول على ذكرى. حتى احنا كنا سيبنا بعد فتره فنيا يعني، وراحت لشركه تانيه وبعدين رجعت تاني وبقينا اصحاب خلاص بقى. يعني عارفه انا حاسس ان انا كسبت حاجه يعني التاريخ هيكتبها لي. ده اكيد. يعني دي لو استمرت كانت هتبقى نجمه النجوم كمطربه، هتبقى مطربه العرب مفيش شك. محدش يقدر يجي ناحيتها خالص خالص من المطربات المعاصرين. وهم يعلموا هذا الكلام اللي انا بقوله على فكره. مفيش حد هيقول هاني مهنا بيبالغ. لا وهم نفسهم بيقولوا لما يجوا يتكلموا يعني يقولوا والفنان مطربه المطربات خلاص. لو مشيت كانت هي فعلا هتبقى نجمه النجوم. فده كان شيء محسوب لي في حياتي ان انا ساهمت بقدر من هذا الموضوع. ده صحيح. خلاص قضاء ربنا كان اكبر واقوى من اي حلم، من اي يعني. انما الواحد زعل ما فيش شك، يعني حزنت من جوه قوي يعني. مشكلتنا يا استاذ هاني او مشكلتنا احنا كجمهور، ومشكله ايضا العاملين بهذا المجال الفني، انه مش بالسهوله تلاقي تتكعبل كل شويه في اصوات. لا طبعا، لا طبعا بهذا المنظر. لا طبعا. فانتوا اكيد بتعانوا برضه. كان في اشكاليه ديك النهار مع انا والعسل، ان في مثل لبناني بيتقال دارج. يعني يقول لك ربنا خلق مثلا فيروز وكسر القالب. صحيح. كسر القالب يعني صحيح. ايه؟ يعني ما فيش حد تاني هيبقى هيجي فيروز. زي فيروز. انا معاهم في هذا المثل، لان بقول ان اللي هيجي طبعا ربنا ممكن يجيب احسن من فيروز، احسن مليون مره طبعا. ما انما مش هيبقى فيروز بالظبط. يعني احسن يا اقل. صحيح. بس مش هي بالظبط. عشان كده ام كلثوم، يعني كم صوت جه قلد ام كلثوم؟ في حد وصل لمرتبه ام كلثوم؟ استحاله. ممكن يجي حد اقوى بقى من ام كلثوم بعد كده في الزمن او في الحياه يعني. انما مش هتيجي ام كلثوم بالذات. زي بصمه الايد بالظبط. لا يمكن بالزبط. هو ربنا اللي خلقنا فعلا، وهو خلق البصمه. هو ده الصح. صحيح. صح. حضرتك قمت باعمال كثيره، اعمال موسيقيه لافلام كثيره وايضا لمسلسلات. بيشبعك هذا ولا نفسك ترجع تلحن تاني المطربين ومطربات؟ انهي اللي بيشبعك اكتر؟ والله شوفي اقول لك حاجه، انا بالنسبه للتلحين بعتبره هوايه، شيء بحبه، هوايه مش احتراف. يعني انا الموسيقى السوريه احتراف، وصلت بعد الدراسه وبعد كذا بقيت المساله سلسه وسهله وبحبها كمان. بس لو الهوايه بتطلع النتائج اللي حضرتك مطلعها في الحان، يعني لا دي مش هوايه بصراحه. لا والله انا بحب شوفي حضرتك، ما بحبش الكلام المرصوص المعسول كذا. هتلاقي كاركتر، يعني هتلاقي ستايل معين. انا بحب الصوره الغنائيه، ما بحبش الكلام المرسل. يعني انا بتشد قوي زمان مثلا لما نجاح سلام تقول عايز جواباتك، ده صوره. خدهم ريحني منك مش عارف ايه وكذا كذا، ساكن قصادي الابواب. خد بالك الصوره الغنائيه دي انا بصورها موسيقيا ولحنيا في نفس الوقت. عشان كده مش كله حب الذكرى هتلاقيها برضو كاركتر، مش مثلا مذهب مش عارف بيتكرر ومش عارف ايه. ده بالعكس، ده استرسال بيصل لحاله بتنتهي عندها الاغنيه والاولى ما تحسيش ان الكوبليه. يعني لو شلت الكلمات او المطرب ما غناش خالص تلاقي حاله، هتلاقي حاله موجوده وصوره. عشقه لسميره نفس الشيء. ده صحيح. يعني هتلاقي حاله بتتكلم عن حاله معينه فيها المصداقيه. التجارب في حياتها كتير بس فيها مصداقيه في كل مره، فيها الصدق في الاحاسيس وكذا. فبالتالي انت بتصوري قصه، ده بيشدني اكتر.
انما الكلام المعسول ده بقى اتاخرتي ليه يا حبيبتي وما جيتيش في ميعادك ومش عارف ايه وبتاع، لا ما دي حاسه يعني بحس ان هي حاجات نورمال عادي. نورمال عادي. ده ما ده تشدنيش قوي. ما تشدكش قوي. صدق يا استاذ هاني حضرتك محتاج على الاقل معايا انا شخصيا، مش هتكلم على مذيعين اخرين، حاجه لازم اعمل بتاع 25 حلقه يا دوب يا دوب عشان يا دوب نتكلم عن اعمال حضرتك ومش هيكفي الحمد برضه. لله. بس احنا كنا سعداء ان حضرتك معانا ربنا جدا. يخليك. كل سنة وفي وأنت طيبة. العيد كل سنه وحضرتك الساده طيب. المشاهدين كلهم طيبين، ويا رب دايما الامه الاسلاميه بخير. كلها في كل بقاع الارض طيبين ان شاء الله. وربنا يخلي لنا فنانينا ربنا يخليك. اللي زي حضرتك ميرسي، اللي ربنا يخليك. قدموا ميرسي. فن جميل طول سنين يا عمرهم رب. الفني. ربنا يخليك. ميرسي وكل سنه وحضرتك شكرا طيب. جزيلا. ربنا وطبعا ايضا بشكر فرقتنا بكده الدكتور محمد عبد الستار، وكل سنه وانتم طيبين. وهختم الحلقه دلوقتي، بس طبعا هنسمع بعد ختام الحلقه اغنيه ختام حلقتنا النهارده. وبشكر جمهورنا اللي تابعنا النهارده، وكل عام وانتم بخير وتصبحوا على خير. أمان عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. أمان عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. بحبك جديد وقلبي سعيد، يا ريتنا عشقت عمنا. والأمانة أمانة 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 يا ليل يا ليل. يا للطول على العشاق، وقول للفجر ما يبانش، يهون العمر عالمشتاق، وساعة القرب ما تهونش، يغني لك على السهران، ترد عليه نجوم الليل.
الحب واتمنى